بداية طبعا بشكر كل جماهير نادي الزمالك العظيمة المحترمة اللي الأسبوع اللي فات دوت التليفون ما بطلش، واخد بالك؟ ده بقى الجمهور الأصيل بجد. برغم إن أنا سبتهم ورحت النادي الآخر، ولكن عمرهم ما عملوا حملة ملهاش لازمة زي دي، عشان بقول حق ربنا، واخد بالك؟ هو مين اكتر واحد بينتقد نادي الزمالك مش جماهيره نادي الزمالك في الماتشات، سواء فيريرا سواء اللعيبه، فيتعمل لهم تمثال. جم مره قدموا فينا شكوى يا اسلام؟ يعني انت لا. انا بكلمك بجد. لا اصل هي مش طبيعه الناس في الناس. لا الزمالك. ناس فاهمه، ناس عندها مدركه يعني ايه تحليل كره قدم، وهم اصلا ذواقين. يعني بمجرد قبل ما اتكلم اي حد يقول لك فلان النهارده مش كويس، فلان النهارده مش كويس، فلان النهارده لا كويس، انت واخد بالك؟ يعني احنا كنا بنتعلم منهم بعد الماتشات، واخد بالك؟ طيب انا بس عشان حتى لا يفهم كلام حضرتك بشكل خاطئ، ان جمهور الاهلي 70-80% منه جمهور محترم جدا. لا مش 70%، مش 70%، هي قله. بص قله هي اللي بتسيء لكل جماهير الاهلي بالظبط كده. مش هاجي واخد اتكلم بالك؟ بقى على 1%. لا معلش، لا معلش، لا معلش، لا بص لا انا بس اصل انا مش هدافع تاني اسلام، ما تنرفزنيش، انا مش هدافع، انا مش محايد، انا ما بقتش محايد. لا اسمع بقى، اسمع بس، اسمعني، انا قلت لك ما تنرفزنيش. انت راجل محايد. لا مش محايد، لا دلوقتي من بعد الاسبوع اللي فات ده، لا اصل انا مش هحبك اكتر من نفسي. اسمعي ده انت عايز تخرب بيتي، انت عايز تمشيني من الاعلام. كابتن رضا لا ما حدش لا اسمعني بس، ما احنا خلاص، ما احنا بص بعد الولايه الجديده دي. بعد اذنك كابتن رضا، بعد اذن حضرتك، انت ما قلت لك ما تخليش اتنرفز؟ لا ما انا برضو مش هخليك تتنرفز، لكن مش في كلام مهم جدا لازم نوضحه. طب ولما هم بيعملوا عليا الحمله دي، اسمعني بس، لا لما بيعملوا عليا الحمله دي مين اللي المفروض يقول لا؟ انت حضرتك قلت ايه لسه من شويه دلوقتي؟ قله. لا ما بقتش قله، لا ما بقتش قله، لا اسمع، دول قله. لا معلش، جماهير النادي الاهلي بالملايين، ماشي؟ فبالتالي انا دول قله ايا كان، وقفل على القصه ديت، لان هي في النهايه انت رضا عبد العال حبيبي ماشي. كابتن رضا، ما هم بص كابتن رضا، بص انا بقول لك نادي الزمالك بعد اذن مين اللي اتجرح اكتر؟ حضرتك بعد اذنك استنى بس، مين اسمعني بس، كابتن رضا رد عليا بس بعد اذن حضرتك واخد كام بطوله مع نادي الزمالك؟ رد عليا. واخد 3 دوري وكاس وافرو اسيوي. كام؟ ادي كده 5، ماشي؟ كام تاني؟ قول لي. ما انا مش فاكر والله، بس في تقريبا 6 7 8. 8 لا ممكن 8 7 في الحدود دي. 7 بطولات مع نادي الزمالك، ماشي؟ واخد كام بطوله مع النادي الاهلي؟ لا مش مقياس. لا قول لي بس. لا مش مقياس. يعني رد على سؤالي، ربنا يكرمك، رد على سؤالي. ما اعرفش برضه، بس هو 4 5. لا عدي. كام؟ 10 بطولات؟ لا اكتر. 12 بطوله، 13 بس مش بالبطولات، بالاحترام يا اسلام. يا كابتن رضا بعد اذن البطولات دي تغور في داهيه على جنب هنا وهنا. كابتن رضا مش الاحترام يا كابتن رضا، امشي معايا للاخر بعد اذنك. هنقول 13 او 12 وهنا 7. يعني في جعبتك او تاريخ رضا عبد العال 20 بطوله. قول لي بقى مين لعب في الاهلي ولعب في الزمالك؟ لا وكل ده كابتن رضا بس ده كل ده في 5 سنين. كابتن رضا لا انا بكلمك كل ده في 5 سنين. يعني كل ده في 5 سنين. امال بقى في لعيبه تانية لعبت 17 و18 سنه ما جابوش الكم البطولات ده. يعني 20 بطوله. شعبيتك في الزمالك ما زالت لغايه دلوقتي. انت سايب نادي الزمالك بقالك قد ايه؟ 35 سنه؟ 30 سنه؟ من 93. طيب من 93 يعني حوالي كام؟ 30 سنه. وفي النادي الاهلي حضرتك سبته امتى؟ 98 اول يوم في كاس العالم 98 يعني فرنسا. حوالي برضو ايه 25 سنه. مفيش حد عمل ربع التاريخ بتاع رضا عبد العال، لا في الاهلي ولا في الزمالك. فعشان كده النص في المية ما يأثرش في حضرتك. لا مش مأثر والله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم على منتخب مصر. لا قبل منتخب مصر انا عايز اقول حاجات. ماشي. يا قبل الفاصل بقى. ماشي.
احنا خلاص شكرنا نادي الزمالك وجماهيره. طبعا بشكر الاستاذ معتز الشامي، طبعا الراجل المحترم اللي صحفي هو متميز. اللي هو يعني مش عايز اقول لك ما سابنيش. طبعا امبارح احمد جمال وعفت نصار ومحمد عبد الله واينو على الكلام اللي هم قالوه في حقي. طبعا ده ادي برنامج وبرنامج رياضي اللي هو نبض الشارع برضو، خلي بالك. وطبعا انت اللي ملهلب البرنامج ده خالص، انا ماليش دعوه، واخد بالك، وانت اللي عامل التوازن ده، والناس بدات تقعد تستناه زي ما بتقعد تستنى البريمو، واخد بالك. بس برضو من خلال هنا يعني عايز اوجه رساله لاينو، بس مش هبقى اقولها له بيني وبينه. اينو ده ابننا. لا، ما هقولها له بينه وبينه، بس هو يعني انا عايز اقول له ايه، ما تتحمقش قوي. ماشي، ابقى اقولها له. لا ما انا فكل واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية الجدعان في كل مكان، بارك الله فيكم وألف شكر على الحملة اللي بيقول عليها رضا عبد العال. الظاهر إنها مأثرة فيه وجعاه جامد جاوي يا رضا. المهم يا رضا عبد العال، لازم تعرف إن جمهور النادي الأهلي في سكان دول أصلا ما وصلتش ربع عدد جماهير النادي الأهلي، وإحنا عارفين كده كويس يا رضا عبد العال. لازم تقدر وتحترم جماهير النادي الأهلي، وتحترم وتقدر النادي الأهلي، وتحترم وتقدر كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي. ده مش بمزاجك، ده غصب عنك، لأن جماهير النادي الأهلي ما هيش جماهير قليلة، وما هيش جماهير هفية عشان خاطر تتطاول بدون وجه حق على النادي الأهلي ومش مش هتلاقي رد. لا، هتلاقي رد. الرد بتاع النادي الأهلي على السوشيال ميديا مضايقك ليه يا رضا عبد العال؟ زي ما أنت بتنتقد النادي الأهلي، من حق جماهير النادي الأهلي طالما أنت ظهرت في الإعلام تنتقدك، وهي مش حاملة عشان أنت خاطر تبطل إعلام. أنت مش هتبطل إعلام وإحنا عارفين ده كده كويس. أنت ليك دور، ودور مفهوم واضح لهز وهد كيان النادي الأهلي. فالكلام ده كله مش هياكل مع الأهلاوية، لأن احنا عارفين الفرق بين الانتقاد والانتقاص. أنت بتنتقد الأهلي فوق دماغنا من فوق، لما يكون انتقاد مبني على أسس ومعايير واضحة ومفهومة، كل ده ما يزعلناش في حاجة. ده بالعكس، احنا كمان بننتقد النادي الأهلي. لكن الانتقاص من حق النادي الأهلي وحقوق جماهير النادي الأهلي، ده اللي احنا مش بنقبل بيه. حلل زي ما أنت عايز، انتقد زي ما أنت عايز، لكن تنتقص من النادي الأهلي، من جماهير النادي الأهلي، من حقوق النادي الأهلي، ده مش مقبول يا كابتن رضا عبد العال. فكلمة أخوية من راجل مشجع أهلاوي قديم: راجع نفسك، والاحترام لا يباع ولا يشترى، الاحترام يكتسب بالمواقف. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية، ما تنساناش واديني لايك واشتراك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.